بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في قناة مطبخنا المصري. والنهاردة إن شاء الله هنعمل الصبيط مع بعض. زي ما احنا شايفين هو جاي متنضف بس مش متنضف قوي، يعني لسه هنفتحه وننضفه مع بعض. اهو كلهم لسه عايزين يتنضفوا. هنفتح الدماغ كده اهي، نطلعها الأول من هنا كده. بس نطلع الدماغ كده ونبدأ ننضف الحاجات دي اهي. بننضف اي حاجة كده، اي حتت كده بنلاقيها عاملة زي الأكياس كده بنشيلها اهي. دي الجنبين دول بنشيلهم كده اهو. طبعا مش هرميهم انا، بس هنضفهم الاول، هطلع منهم اي حاجة كده اللي عاملة زي الأكياس دي اهي. بننضفها ونخليها بالشكل ده كده، وبنمسك التانية ونطلع الدماغ بتاعتها وبنشيل الجناب دي اهي. زي ما قلت انا مش برميها، برضو هنضفها وهستعملها اهي كده. اهي برضو نطلع دي بالشكل. ودي الحتة اللي هي الأطراف دي اهي بتتقشر بالشكل ده كده اهي. بس ده لما تحطيه في الفريزر، تبيتيه في الفريزر، هتتنضف معاكي. غير كده بتبقى صعبة ان هي تتنضف اهي. بتتسلخ كده وبتبقى بالشكل الجميل ده اهي. نقطعها اهو. وادي الراس اهي. بنفتحها من هنا كده ونحاول نطلع العينين دي اللي في القلب دي اهي، بنقول عليها المنقار او البق. يعني هو صعب ان احنا نطلع العينين سليمة بصراحة اهي. هو بيتغسل وبيرجع زي الفل. اي حتة بتقابلك ناشفة بتشيليها اهي. زي ما قلت بيتسلخ الاسود ده اهو، بيبقى بالشكل ده كده. بعد ما غسلتهم ونضفتهم زي ما احنا شايفين اهو، دي الراس، دي الروس بتاعتهم والاطراف. هجيب معلقتين ملح بالشكل ده كده بس كده، وبجيب ليمون اهو. بعملها بالشكل ده كده عشان انزل الزيت بتاع قشر الليمون، وادعكها بالشكل ده كده اهو. ده
مش بيخلي اي ريحة ولا اي زفارة لاي حاجة، يعني بعملها للطيور كلها والاسماك طبعا اهي. وهحط على دول حبة كده لوحدهم بس كده. بنسيبهم 10 دقايق ونرجع نكمل مع بعض ان شاء الله. بس كده ونرجع نطلعهم من مية الملح والليمون زي ما احنا شايفين كده اهي. دول طبعا هعملهم ان شاء الله طاجن او ممكن نعملهم مع شوربة سي فود، فهشيلهم على جنب ونبدأ نقطع في الصبيط بتاعنا كده. ممكن نقطعه ايه شرايح بالطول كده حسب ما احنا عايزين، ونعملهم كده اهو. بس كده برضو هغسلهم تاني ونرجع نعمل التتبيلة بتاعتنا ان شاء الله. دلوقتي هجيب الصبيط بعد ما غسلته زي ما قلت لكم، وهنا البهارات بتاعتنا اللي هنعمل بيها التتبيلة: بابريكا، كمون، ملح، معلقة توم، بهارات سمك. هنقلبهم كلهم عليهم كده وهنقلبهم كويس في بعض. بس كده وهنسيبهم حبة في التتبيلة دي ونرجع نشوف هنعمل ايه كمان ان شاء الله. ودلوقتي بعد ما سيبناهم زي ما شفنا في التتبيلة دي هنبدأ نعمل عجينة طرية كده مش تقيلة ولا خفيفة منها. هنا نص معلقة بابريكا، وهنا برضه نص معلقة كده، ونص معلقة كمون، وبرضه نص معلقة كمون. هنا طبعا انا مبهرة دي خالص فايه ما بكترش في العجينة وهنا ندي نص معلقة توم باودر ونص معلقة بس كده، ورشة ملح هنا ورشة ملح هنا برضه بس بنقلبهم كده. بس كده هنا مية ساقعة ناخدها من الخلطة دي كده ونحطها في الدقيق. ونطلعها من الدقيق كده ونكمل وبننزلها في المية الساقعة ونرجعها في الدقيق تاني اهو بالشكل ده كده. كده وننزلها في الزيت السخن اهي بالشكل ده كده. بس كده هياخد اللون الذهبي ونطلعه باذن الله. بس كده هنكمل بالشكل ده كده ونرجع ان شاء الله.
وده الشكل النهائي للسبيط المقلي. جربوه ان شاء الله هيعجبكم، وبالهنا والشفا. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.